الله يسلمك، مشكور يا اخي ثيمان. احنا مستمرين معاكم اخواني. نستقبل الان معانا الاخ سيف العري. تفضل ثيمان، تقدرين تفضلين جزاك الله. متهندم اليوم عشان خاطر مو باللبس اللي تعودنا نشوفك عليه. حياك الله اخوي سيف في قسم الظن البيطره في بلديه دبي. نعم، وياكم سيف العلي من قسم الخدمات البيطريه في إدارة خدمات الصحة العامة في بلدية دبي. شو الخدمات اللي تقدمونها في بلديه دبي للمجتمع؟ وهل عندكم خدمات استشاريه ما تتعلق في موضوع البيطره، او كلها خدمات هي بالمجان؟ بعد ممكن تحدث هذا عن الجانب المجاني، ولا هي فيها مبالغ رمزيه بحكم انها هي حكوميه؟ في البداية أول شيء أنا بس حاب أخبركم إن إحنا مثلا في منطقة حتى كانت عندنا خدمة واحدة فقط، اللي هي خدمة معالجة حيوانات المزرعة، خدمة معالجة الحيوانات. ولكن بعد خلال 4-5 سنوات اللي فاتوا وضفنا بعد أيضا خدمتين هذه السنة، فحاليا نحن عندنا 5 خدمات متواجدة في منطقة حتى، اللي هي خدمة معالجة حيوانات المزرعة، تسجيل حيوانات المزرعة، بالإضافة إلى شهادة صحية لحيوانات المزرعة. وضفنا هذه السنة خدمة تسجيل وترقيم الحيوانات الأليفة، بالإضافة إلى الشهادة الصحية للحيوانات الأليفة. الترقيم عندكم؟ نعم، يكون من خلالكم. بالنسبة للحيوانات الأليفة نعم. هذه عليها رسوم؟ كل شيء عليه رسوم، ولكن برسوم رمزية. مثلا بالنسبة لمعالجة حيوانات المزرعة يكون درهمين على الراس. بالنسبة للشهادة الصحية يكون درهم على الراس. بالنسبة للكلاب وقطط في لها رسوم معينة، يعني 30 درهم للمستضد الواحد، ورسوم بسيطة يعني. اخوي سيف، هل حتى من خلال تواصلهم معاكم وطلبهم للاداره اللي انتم فيها، اداره البيطره، شو اكثر اهتمام هل هم اكثر اهتمامهم في المواشي ام في الحيوانات مثلا الاليفه مثل الطيور وما شابه ذلك؟ لا، بحكم الخبره وعدد السنوات اللي انا موجود فيها في منطقه حتى، اكثر خدمتين مطلوبه في حتى، او اكثر خدمه مطلوبه، اللي هي خدمه معالجه حيوانات المزرعه، اللي هم من فصيلتين، الماعز والاغنام فقط. اما بالنسبه لعلاج الابقار والجمال فالطلب عليه خفيف. سيف، نصيحه تعطى اللي عندهم مزارع ولا اللي عندهم حلال، شو اهم نصيحه تنصحهم اياها؟ يعني وايد كلام في القلب. اهم نصيحه عندي انا كموظف في قسم الخدمات البيطرية، عشان ما ينال الحلال يعني في مضاعفات، ما نبغي المتعامل يعالج بروحه في العزبة. نحن موجودين لخدمتكم، تتصلون على 800-900 بنيكم، بتولنا العيادة حياكم الله. نحن نفتح 6 أيام في الأسبوع، من يوم الأحد إلين يوم الجمعة، وعدا السبت نحن إجازة. هاي النصيحة الوحيدة اللي أنا أبغي أقدمها لكل مربي الحيوانات، يعني لا تعالج بروحك. احنا عندنا الناس كل واحد بيصير دكتور، كل واحد يعالج في المزرعة ماله. اي نعم، ويونا نحن بعد ما الحلال خلاص منتهي. نعم، فما يعني ما تقدر تسوي زيادة، هو خلاص معطي يعني. عندكم مركز معين في حتى ممكن يراجعون فيه؟ حاليا في حتى عندنا مركزين، مركز قريب سوق الخضراء اللي فوق، هذا خاص بحيوانات المزرعة اللي هم الأغنام والماعز وأبقار والجمال. وعندنا المركز الجديد إن شاء الله بيتم افتتاحه جنب الأسواق، بيكون خاص للحيوانات الأليفة. هو خط ساخن؟ خط ساخن 800-900 24 اور نفسه لمفتاح البلدية. كلمة أخيرة تقدر؟ والله بس هذا، جزاكم الله خير على حضوركم ووقتكم. شكرا أخ سيف العري على الحضور، وشكرا على النصيحة حقيقة اللي قدمتها. ورد أنا أقول أنا أتفق مع الدكتور سيف أن فعلا اتركوا أهل المجال هم اللي يقومون بواجبهم. فالظاهر احنا عندنا الاخوان ما شاء الله عليهم يجتهدون بزياده. والله مش بس في حتى، هذا في كل مكان يعني. حتى انا اتذكر كانت عندي خيول، كان واحد يعالج لي اياها عنده خيول وهو يعالج خيولي انا. رش شبره مال حمى، رش شبره مال هذا. ونحن كدكاتره يعني، او زملائنا الدكاتره موجودين يعني، نحن حتى يعني نقوم باجراء الفحوصات المخبريه، وعندنا المختبر المتنقل، ممكن نقدر نفيدكم يعني في اي وقت. لا والله ما تقصرون بصراحه، خاصه شفنا خدماتكم اللي قدمتوها في مزاد حتى خلال 10 دقائق تطلعون النتيجه، فهذا بحد ذاته يطمن البائع والمشتري. اي نعم، هذا كاجراء اساسي عندنا نحن، ان الحيوان اللي بيدخل المزاد لازم تتاكدون ان هذا الحيوان تم فحصه من قبل بلديه دبي،
وسواء اذا كان في اي ملاحظه على الحيوان ما يدخل المزاد. اخواني ترى كل الحلال اللي بينباع في مزاد حتى من خلال مهرجان حتى الزراعي كله مفحوص. نعم. واي شيء شك حتى لو 1% يستبعدون عن دخوله الى هذا المزاد. حتى اذا كان في مثلا اعراض، نحن نسوي اختبارين، اللي هو الاختبار المخبري، ناخذ عينه الدم ونفحصها في المختبر المتنقل، وايضا نقوم بالفحص او الكشف الظاهري على الحيوان في حال انه كان في عرج او في مثلا لا سمح الله حشرات ولا شيء ولا زكام خفيف، هذا كامل يستبعد. الحيوان اللي بينعرض للمزاد تاكد انه هو مفحوصه 100% وسليمه 100% ان شاء الله. حضوركم ملموس اخوي سيف، مشكور جزاك الله خير دكتور سيف العلي على حضورك، على وقتك الثمين هذا الحقيقه اللي استفدنا منه، مشكور. ونرحب ايضا بالاخ راضي السنيدي، بنكمل الفقره اللي قبل الاخيره. مشكور. شاركت في مهرجان حتى الزراعي وفزت في فئه العزب اظني. نعم صحيح. كانت اول سنه ولا ثاني سنه؟ لا كانت اول سنه. اي حصلت المركز الاول ولا؟ العزبه المتميزه. العزبه المتميزه، شو كان متميز فيها؟ متميز فيها في المنتجات. منتجات الالبان الماعز كان متميز فيها يعني. شو بعد بتخبرنا عن بس بداياتك ابو راشد، بس عن اول ما بديت احنا نقول دخولك في مجال الانتاج. نعم. من خلال الحلال. نعم. متى كان وشو كان اول انتاج لك؟ يعني اهتميت فيه، شو كان هو اول انتاج؟ والله كان اول انتاج اول شيء اول اي سنه بديت؟ تقريبا سنه 2007. 2007 ما شاء الله. اي نعم. بديت في شو كان عندك؟ كهوايه كانت. كانت هوايه حقت الروحه. هي حق الروحين. من ثم بعدين تطورت البوستو، يعني الانتاج زايد عندي ما شاء الله. تمام. وبدينا في الالبان، الحليب اول شيء والالبان، وبعدين تطورت، استوت الزبده واستوى اللبنه. السنه اللبنه نزلنا والشحم بعد، شحم الغنم نفس الشيء سويناه. شحم الغنم. اوكي. يستخدم حق الطبخ. من وين تستخرجونه؟ من الشحم اللحم. انزين اوكي، يعني هي تكون مثلا ذابحينها الذبيحه؟ اي نعم. ذابحينها وتشيلون منها الشحم وتخلوه عندكم؟ اي الشحم الزياده. ايوه. يتثلج يعني؟ طريقه الاوليين يستخدمونه بحكم انه ما يكون في اي اضافات. لا ماشي، يمكن بس في نكهات يعني اللي هي مثلا نكهات يعني نعم. عشان تغير ريحه الشحم. قرب المايك ابو راشد. ما يستمع؟ الحين اوكي. يكون شيء بسيط يعني، النكهه تكون تغير ريحه الشحم. الاولين هاي يسوون يعني، ما سويت شيء جديد يعني. بالضبط. اي نعم. والزبده استخرجها؟ والزبده نستخرجها من هذا، من الاغنام. اي نعم. ونسوي منها سمن. الناس تعودت ابو راشد انها تاخذ السمن والحليب واللبن ياخذونه من الابقار. من الابقار نعم. ولكن انت خذيت لك من الاغنام. انا بغيت اخرج من الصندوق. فهذه اللي تخبرنا عنها يعني. اي نعم. بغيت اخرج من الصندوق واسوي شيء جديد وشيء مميز. والله هو مو مميز، الناس كلها تعرفه يعني. كلها تعرفه، بس ما حد ما مجرب، يعني ما متعودين انهم يجربونه. اي نعم. يعني شو اقول لك، يعني ها من زمان الناس يسووه، مش انا اول واحد اسوي لا بالعكس، الشباب الاولين يسووه، عرفت كيف؟ يستخدمونه، لكن ما حد رغبه وايد فيه يعني الامور هاي. ابو راشد، شو ميز عزبتك عن باقي العزب؟ يعني شو ميز حلالك وعزبتك عن باقي العزب بحكم انك حصلت فيها جائزه من ضمن الجوائز اللي عدت اداره المهرجان؟ نعم. فاكيد في شيء ميزه هم شاهدوها في هذه العزبه، هل هي من ناحيه النظافه؟ هل من متابعتك مثلا لمعالجه الحلال اللي عندك؟ نعم. شوف، انا دائما ويا البيطريه، قالوا ترقيب رقمنا، علاجات ما علاجات كلها عندهم في البيطريه، عرفت كيف؟ الانتاج اللي طلع من العزبه، يعني انت متابع اول باول مع اداره البيطريه اول باول. هاي من الفوائد اخوي سيف. واسالوا الجماعه موجودين. نعم. موجودين البيطريه. الحين بطرش احمد خليه يشوف العزبه عنده، خليه ويعطينا تقدير فيها، خليه يصير 109 ويصير طالع. نعم. لا ما شاء الله عليه ابو راشد. الله خير، طول عمرك. وبعدين طال يعني انا روحي ما سويت شيء. الدعم جزاهم الله خير من جميع، من البيطريه، من بلديه، من حتى من اخواني ورفاقتي، يعني ما هم قصروا وياي. جزاهم الله خير. وعندك نصيحه ابو راشد ممكن تخبر الناس اللي عندهم عزبي مثلا يستفيد من هذا الحلال اللي عنده للانتاج، مثلا يبيع في السوق ولا يبيع في شوف مريم، اذا اكرمت الحلال عطاك، بتكرم الحلال بيعطيك، عرفت كيف؟ بتهمل الحلال ما بيعطيك شيء. واذا خليت على حيله على العامل، حيله العامل
ما يتحصل شيء. السايب لازم ايه لازم تتابع، لازم الحلال اليوم اصير مرتين بس. عرفت كيف؟ هذا صح. جزاك جزاك الله خير يا ابو الله راشد على اثارتك ايضا لموضوع جزاك الله خير. حولت عزبتك من عزبه مثلا خاصه الى عزبه تنتج منها وتستفيد منها انت في واتمنى من جميع اخواني بعد المربيين الحلال يتجهوا نفس الاتجاه ان شاء الله. نعم اكيد يسمعونك واي شيء يبوه انا حاضر، اي شيء نصيحه ولا توجيه للموضوع هذا انا حاضر. رايتك بيضة يا ابو راشد، الله يجزيك خير. مشكور ابو راشد جزاك الله خير على وقتك هذا ومشاركتك في مهرجان حتى الزراعي. جزاك الله خير. والفائده اللي تعميتها على الحضور، الله يبارك فيك. طول عمرك. مشكور. مستمرين معاكم وندعو معنا، مسموح يا ابو راشد، ندعو معنا سالم الشريف ابو احمد بعد ما يخلصون كلهم احسن. خلصوا الحين ثلاث. اخ سيف العلي من اداره البيطره، مشكور اخ سيف على مشاركتك معنا، يستاهل تحيه. حيو يستاهل دكتور سيف، مشكور دكتور سيف. ايمان موجوده؟ ايمان خلصت؟ مشكور يا ابو راشد، جزاك الله خير على مشاركتك صراحه طيبه هاي ومعلوماتك اللي استفدنا منها. يستاهل ابو راشد. تفضل ابو احمد. ابو احمد عنده لايف عرض تشوفونه بعينكم، يعني مو فقط هذا، كل شيء يبنى للعرض. ابو احمد مساك الله بالخير. مساكم الله بالنور والسرور. قرب المايك ابو احمد بعد اذنك. ابو احمد كل ما يبنى ضيف مرينا في المهرجان مرينا عندك كنت تركز على نقطه واحده، حقيقه هاي النقطه تاريخيه. تكلمت فيها وانا فعلا سالت الوالد ابو حمد، كان يقول فعلا نحن كنا عايشين على كلام اللي قاله سالم الشريف. لو بتخبرنا ابو احمد عن النقطه اليوم تروج عنها من خلال مشاركتك في مهرجان حتى الزراعي. اول شيء السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. قرب المايك شوي ابو احمد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ومشكورين على هذا اللقاء الطيب. ثاني شيء نشكر شيوخنا على دعمهم لهذا المهرجان الطيب، ما قصروا، والبلديه والمسؤولين وكل شخص قام بهذا الموقف الطيب. ثاني شيء طال عمرك الزراعه لها الشخص اللي هو يكون له رغبه، تكون عندك رغبه، ما عندك رغبه ما بتسوي فاي شيء. شغف رغبتك يعني في الشيء. الزراعه احنا من يوم كنا صغار، احنا كنا اهلنا الاول من جيلنا احنا واللي شويه اكبر منا يوعونا اهلنا الفجر الساعه من بعد الصلاه، يقول لك يلا سير النخل تلقط النخل، ونسير الصبح الفجر نلقط النخل بعدها ما طلعت الشيب الصبح. وخلاف علمونا على الزراعه اللي كانت اهلنا احنا اللي عايشين عليه هنا، اللي حقنا احنا عليهم قبل العيش طبعا، وقبل هذا هم يفكرونها، كانوا عايشين على الترف المحليه وعلى الدخن. والدخن انا شفته سبحان الله ابرك بذره. من اي ناحيه ابو احمد؟ خلينا نتكلم شويه عن شوف هاي البذره انت تشوفها الحين كيف تنتج ابو احمد؟ هاي البذره تشوفها صغيره لكن شوف هاي البذره، هاي ترى حبه واحده، هاي البذره هي هذه، وبعد هذا يكون بعلمك اللي مخلايه بهاي انها صغيره ولا هي تكبر تصير كبيره، تستوي اكبر عن كذا القشع. وثاني شيء شوف طبعا هي هذه الصوره يعني صغيره مش كبيره، يعني تستوي حجمها كبر هاي 3 مرات او 4 مرات. كيف طريقه استخراج ابو احمد؟ كيف استخرجت تكون هاي الحبه؟ هاي الحبه نقرت إيه؟ وطلعت بتطلع لك اول بادي غصن واحد، بعدين يتفرع فروع، يعني تستوي اكبر عن هاي 3 4 مرات حجم الحبه. وهاي الحبه تشوف يمكن هاي تقص الدخن 4 5 مرات، انت تقص جيل ويجيك جيل ثاني. مستمره يعني مستمره. انت شوف الحين هذه، شوف هذه، شوف هذه، شوف هذه. تشوفون انت اخواني الحضور تشوفون ولا نقدم شويه؟ شوفون واضح؟ فهذه شوف هذه الورقه طلع تحتها نفس الشيء عقد، هاي بتطلع وكل ورقه طلع تحتها عقد. يعني هذه الحبه الوحده اللي انت ماخذنها وزنها
لا شيء، يعني ما بيذكر حتى خلاه بالميزان ما شيء، لكن بطلع لك كيلو كامل بطلع لك اذا انت عامر صحيح. لكن الطير تبى حراسه، بدون حراسه انت ما بتستفيد شيء، لانه الطير يموت على الدخل. وعلى فكره البذره الوحيده كل البذور تنقر تاكلها السوسه الا بذره الدخل. بذره الدخل الوحيده اللي ما تنقر ما تاكلها السوسه، تبى حفظ عن المطر وعن الرطوبه بس، ولو 10 سنوات كل ما تحصلها احسن. ابو احمد انا شاهدت حتى عيالك عندهم هاي المعلومات كلها. هل انت يعني كان دورك وحريص انك تستمر في عمليه مثلا تعليم العيال عن الزراعه بشتى انواعها، سواء كانت متعلقه بالدخن ولا متعلقه بالزراعات الثانيه؟ هل هذا كان من اهتمامك؟ وهل اقبال من فئه العيال هم الصغار هل عندهم اهتمام في الزراعه؟ فعلا حد عنده اهتمام وحد ما عنده اهتمام. كل واحد، حد من العيال يحب في البيت عندي يرسوا يحفروا ويزرعوا، يعني خاصة هذا البدال عندي هذا الصغير، البيت اللي يحفر ويزرع، اجيب الشيرة القى زرع عنها، اجيب اي شيء القى زرع عنها، يقول يا ابوي ما واعلمه يعني الطريقة الصحيحة. بس العيال طبعا الحين على ظروف العمل وهذا اتجهوا لنا اعمالهم. الزراعة احنا علمناهم وهم يعرفوا، بس الزراعة لها طرق ولها اهتمام ولها هذا. ما تبى انت اليوم زرعت وتركت وقلت لا ما يعني محصول، لا، كل شيء يبى اهتمام. ان اهتميت فيه حصلت منه. مثل الدخن، لو بتزرع 20 فدان ما حطيت فيه حراسة ولا بتاخذ كيلو واحد، وين طير موجود تلقاه موجود ياكل منها، يبى حراسة. ابو احمد اليوم عندنا هنا مقطوعه نعم. هاي من اخراج الدخن نفسه. نعم. المقطوعه هاي الاوليين ابو احمد وين متى الوقت اللي كانوا يستخدمونها؟ هل يستخدمونها كان في العزايم؟ هل يستخدمونها في الفواله؟ هل يستخدمونها كانت في مناسبه معينه؟ ولا موجوده كانت في كل بيت وكل مناسبه وكل وقت؟ اغلب البيوت كانوا فيها، كانوا مش هي طبعا مقطوعه، هي عصيده بس سموها مقطوعه لانها تقطع، سموها مقطوعه هاي. بس كانوا يستخدموها مش بالعصيده اللي هي مقطوعه، كانوا يستخدموها خبز، كانوا عايشين على الخبز. الدراب كانوا عايشين خبز، يسووا منها قروص، يعني تدخل باشياء ثانيه بعد. يعني عندك المقطوعه هذه انت الحين لو خليتها لين باكر بس جو بارد ما تتغير، ما تقول انها تتغير. وعلى فكره اكثر فوائد في البذور في الدخن. اقرا بجوجل تشوف الفوائد عظيمه من الدخن. شو تنصح الشباب ابو احمد؟ نصيحه ما يتعلق بموضوع الزراعه والاهتمام في تراثنا. انا انصح الشباب انهم يحاولوا حتى لو في البيوت يتعلموا الزراعات، البذور الاوليه يزرعوها، لانها هي هاي اللي عاشوا عليها اهلنا، وهي هاي اللي ان شاء الله بتستمر. بيحاولوا الحين. طبعا قبل فتره كانت شويه قليل، الحين بدوا الحمد لله اشوف بعض الناس يزرعوا من الدخن. بس الدخن نوعين، الدخن اوقات تلقاه يقول لك دخن، لا هذا دخن هندي. الدخن الهندي يختلف عن الدخن اللي احنا نسويه. شو الفرق؟ هذا لا مش الحبه، هذاك محسن. وهذا نفس الشكل الاحمر والاسود؟ لا هذا احنا نتحكم فيه. اللون الاسود احنا نتحكم فيه، مش البذره تكون اساسا بنيه، بس احنا نخمره، نحطيه بالكيس. اول ما نقصه نحصده من هذا على طول، نقصه من امه ونحطيه بالكيس ونترس الكيس ونسكر عليها. تم لمده 10 ايام 12 يوم 15 يوم مخمره داخل. يوم تبطل الكيس المتروس هذا يمكن مال 7 كيلو 8 كيلو انحصر، ذاب الخشب، ذاب هذا، تم لك الحب. وطبعا عقب ننظفه نشوفه على الشمس ونشيل منه الغبار وهذا. ولازم قبل ما يسووه ينغسل، ترى مسماه ابو 7 غسلات. اذا غسلته مره مرتين بيسوي فيه طعم التراب. لازم الانسان يعني يمكن 7 مرات مهتم في موضوع
الخلاصه الاخيره يعني منها. نعم. بس شوف المقطوع ايدين، ما كل الناس تضبط صح. زين، وبعدين حد يسويه بالدبس، حد يسويه بالسكر، واتجاهنا سويناه بالعسل. ابو احمد ليش انت حريص انك محطي في المحل مالك الدخن ولا هذا؟ كل ما ياك حد بغض النظر سواء كان خذ ولا ما خذ، كنت تركز انك تقول لهم ان هذا شيء من موروثنا، هذا الدخن من موروثنا. اكثر المسؤولين مرات عند محلك كنت تركز على هذا الجانب، ليش كان عندك هذا الاهتمام؟ الاهتمام ابى اطلع الدخن، نبته هاي نبته الدخن، لانهم اغلبهم خلاص، حتى عيالنا اللي احنا موجودين ما يعرفوها اساسا. صح. يوم نقول لهم الدخن مقطوعه، قالوا ما نعرف شو الدخن المقطوعه، فنعلمهم، لان هي البذره الوحيده هاي، لو لا قدر الله هي ما تخترب. صح. كل شيء يخترب، وبي يوم من الايام يحتاجوا لها. صح. هاي البذره. صح. انا نحتاج، وبعدين هاي مفيده لكل شيء. انت اساسا هاي عن السكر، عن كل شيء، لو تقرا مفيده للرجال وللنساء والقولون، المعده، ولا ترفع السكر، وكل شيء الوحيده هي. نعم، الحمد لله رب العالمين. وان شاء الله على السنه الجايه بنتج هنا وان شاء الله. وعلى فكره ترى الحين وصلت هذا حتى في دبي، عارفين سعادة حصة أبو حميد ما شاء الله عليها، خضت منها وبدت تهتم فيها. هي تهتم، واهتموا حتى الجماعة بدوا يطلبوا من دبي. ما شاء الله. نعم، بدوا يطلبوا من دبي اللي هي المقطوعة، ودخلوها في الكيك بعد. طوروها شوية. طوروها شوية. جزاك الله خير ابو احمد على المعلومات الطيبه حقيقه اللي قدمتها. انا ازقى بس ابو سلطان نكرم ويانا للتكريم ويا ابو احمد. جزاك الله خير ابو احمد. القصه يا ولد مصور مشكورين. عبد الله عندكم مزرعه؟ عبد الله عندكم مزرعه؟ عبد الله احنا سمعنا انكم عندكم اهتمام، وعندك انت شخصيا تجربه زراعيه توجهت لها، اللي هو اهتمامك اظن بالتين بالمانجا. تخبرنا عن اول ما بديت، كم كان عمرك ومنو اللي شجعك انك تصير تزرع وتهتم بالمانجا؟ كان عمري اعتقد 9، وخالي هو اللي شجعني. كنت دوم اسوي وياه المزرعه، كان هو اللي علمني، خبرني كل شيء. والله المانجا هي ما شاء الله عليها، هي فاكهتي المفضله. انت كنت حاببها من انت صغير؟ ايه، من انا صغير. وما شاء الله المانجا سوي فيها وايد اشياء، اتشار، عصير، ايس كريم، مربى. شد انتجت منها يعني استفدت منها كمدخول، يعني سويت منها اتشار، بعتها، سويت منها شيء؟ كنت يوم المدرسه كنت ابيع هذا عصاق مانجا. كنت بروح تسويه؟ ايه، بروح اسوي بالبيت. ايش خبرنا عن هاي القصه؟ اول ما بديت منو اللي قال لك سير المدرسه وتحصل العيال، ولا شارك مثلا في هذا البازار في المدرسه؟ وكم كان عمرك يوم بديت يعني؟ كنت صف خامس. وكم غرشه سويت؟ سويت بالبيت 20 غرشه. صف خامس؟ ايه، صف خامس. كنت والله كنت بشتري شيء، لازم اقول لك الصدق. تبي تجمع بيزات بتشتري؟ اجمع بيزات اخليها عندي، زين. فسويت 20 غرشه، شليت ويا المدرسه، قلت لهم تعالوا اشتروا وشي، وزعت، حصلت يمكن 200 درهم. بعت ال 20 ب 200. ايه. كم كان؟ لا، الوحده ب 10. الوحده ب 10 درهم. كبيره؟ يتضربوا عليها ولا حد انتقدك ولا كلهم قالوا حلوه؟ لا، كل حد قال حلوه. ايه، اهم شيء انه ما حد حبطك يعني، شجعوك. هاي كانت بدايتك، وعقب استمريت بشيء يعني انتاج ثاني سويت فيه؟ شوي وقفت. ما كملت. إيه. بس بعدين بديت ابيع، اسوي حدار كنت بعد ابيع. هذا كله في المدرسه؟ كله في المدرسه. تخبرهم قبلها انه انا بجيب لكم حدار ببيعه، ولا تشارك في البازار في المدرسه؟ الهيبه، انا توني بارك ابيع حدار. بتخبرني اخر سؤال من باب الدردشه حسب نستفيد منها الحين. شو حابب تكون ان شاء الله في المستقبل؟ هل تهتم في المانجا، يعني في زراعه المانجا،
بتتوسع لاشياء ثانيه، ام بيكون هذا هدف اللي بتروح له ان شاء الله في المستقبل، بتوسع بتكون على نطاق اكبر عن المدرسه. والله خاطر يفتح لي شيء ابيع يعني مكان اكثر بدال المدرسه. يفتحوا لكم مكان مثلا الشرق مثل المهرجانات، الشرق مثل لا ما قصروا، سويت فتحت لي مكان. فتحت في هذا المهرجان؟ ايه. وشو شو اسم المحل عندك؟ ايه؟ هني مال المانجا اللي موجود؟ ايه. مزرعة حتى المانجو. مزرعة حتى المانجو موجودة هني. ممتاز. احنا بنصير عند اخوي كحجي بنسولف وياه، مشكور جزاك الله خير. تعرفنا باسمك؟ محمد احمد هاشم. محمد ولد الشاعر. ايه. والله ونعم، والله ونعم منك ومن ابوك. احمد انت مهتم وايد في التين. ايه. وصار عندكم اهتمام وصارت مزرعتكم مشهورة بالتين. اي حد بيمر من صوب الشارع في مزرعتكم بيشوف ان التين موجود. اي نعم اعرف. ايه. فتخبرنا عن اول ما بديت. اول شيء كان ابوي زارع تين. كنت تسير وياه انت؟ هي كل يوم كنت اسير وياه. هو يشلك ولا انت تسير وياه؟ لا هو يشلني بس انا كنت احب اصلا. روح. كنت اتمشى بين الشياب، يوم اشوف واحده بالغه اشيلها واكلها. وابوك ما يفتن عليك يقول لك خلها بس ابيعها؟ يخليك تاكلها؟ انزين انت الحين هني اول ما بديت تروح ويا ابوك وكنت تشوف التين موجود، ابوك كان مهتم في زراعه التين. وكنت تاكل البالغ. عقب شو اللي خلاك انت تهتم في زراعه التين؟ اول شيء لانه هو ذكر في القران. نعم التين بالزيتون. يعني انا اصلا احب التين، يوم هو زراعه اول ما انا جربته يعني. كم كان عمرك احمد؟ عمري 9 سنوات. كان لا مو بالحين، اول ما بديت يوم كنت تصير يا ابوك، يعني تقريبا كم كان عمرك؟ 8 سنوات، يعني قبل سنه تقريبا. لا اكثر. انت الحين كم عمرك؟ 11. 11. زين. خبرنا شو سولف لي عن هاي البدايه، هم اول ما بديت تزرع، يعني ابوك كان يزرع، انت قلت لي ابوي انا اليوم بزرع هاي لا إيه؟ اول ما بدينا كنت انا في المزرعه، ما كان في ولا حتى سياره واحده، يعني فكنا نلعب. بعدها بكم يوم شفنا شيء، يوم سالناه شو قرب المايك. يوم سالنا ابوي شو كان يقول هاي هذا تين. فشو يوم بدا يبلغ ويطلع جربناه وعيبنا انا واخوي. فش اسمه يوم اول ما استوى مهرجان حتى الزراعه احنا بديتوا في المهرجان الاول؟ هي. والمهرجان الثاني ما كانت عندكم مشاركه، وكنتوا تبيعون من انتاجكم؟ ولا كنتوا تبيعون بس شجره التين تبيعونها؟ لا لانه في الشتاء ما كان فيه. في الشتاء ما كان فيه، يعني عندكم بس على الموسم. تتذكر متى بعتوا اول كيلو من التين؟ يعني انت كنت يعني تشوف انه اول ما باع اول كيلو؟ قبل 5 سنوات. قبل 5 سنوات، وين بعتوه؟ في المزرعه. في المزرعه. ايه شاركتوا بعد صح، شكرا مهندس ذكرتني بهذا الموضوع. شاركتوا في مسابقه المزارع الصغير؟ هي شاركت. شاركتوا فيها. عرفتوا كيف طريقه المشاركه وكيف هذا؟ ان شاء الله اتمنى لكم كلكم تفوزون في هذه المشاركه. انا اليوم سعيد جدا اول شيء باللقاء معاكم، سعيد جدا صراحه بالحوار معاكم، لان حواركم جدا شيق، وشجع ايضا فئه الشباب انهم يستمرون في عمليه الزراعه والانتاج منها، ويهتمون ايضا في التجاره ولا المحصول اللي مثلا يحصلونه من خلال الزراعه. شو اخر كلمه تحبوا تنصحون فيها ربعكم؟ شو النصيحه؟ عطني نصيحه ابوك نصحك اياها انت تبي تنصح فيها الناس. يعني مثلا احنا نعرف ان ابوك عنده اهتمام كثير بالزراعه، مخلف عليها. او اليوم انتم ما شاء الله عليكم جيل جديد انكم داخلين في موضوع الزراعه. عطني نصيحه حق الشباب يبغوا يدخلون في موضوع الزراعه، اي نوع من انواع الزراعه؟ عادي يبدا حتى بذره وحده زراعها وخلاص، وتري نتيجه لما تكبر ان شاء الله وتطلع، ولا تكمل في مشروع زراعه سواء كانت تين ولا زراعه المانجا. انا سعيد فيكم اخواني على هذا المشاركه الطيبه، واتمنى من اداره المهرجان يستمرون، انني فئات مثلكم من فئات الشباب اللي يستمرون وياكم. حيوهم صراحه، يستاهلون. وبنروح معاهم على التكريم. مهندس كم ولدك؟ مصطفى تصير هناك انت. يلا شوفوا كلكم الكاميرات، تعرفوا الناس شباب صفقوا لهم، يستاهلون مشاركة